افتتح محافظ دمياط حسام الدين فوزي فعاليات بطولة الشطرنج بمقر مكتبة مصر العامة بدمياط. تأتي هذه البطولة ضمن مبادرة أنا متعلم مدى الحياة، والتي أطلقتها وزارة التنمية المحلية والبيئة بالشراكة مع اتحاد طلاب تحيا مصر وإحدى الشركات المتخصصة في الخدمات الرياضية، وتحت إشراف الاتحاد المصري للشطرنج. اتشرفنا النهارده في المكتبة استضافة وتنظيم بطولة الشطرنج حرب الرقعة في إطار مبادرة أنا متعلم مدى الحياة، طبعا بالشراكة مع اتحاد شباب تحيا مصر. طبعا البطولة جت امتداد للأنشطة الدايمة اللي بتنفذها المكتبة في مجال الشطرنج، والهدف منها اكتشاف ورعاية الموهوبين وتنمية القدرات الذهنية والفكرية للشباب. البطولة متنظمة بوجه كويس قوي. لجنة الرياضة عاملة معانا شغل كويس قوي من لجنة الرياضة في اتحاد تحيا مصر. النسخة النهاردة الحمد لله لقيت نجاح كبير، وبالتعاون مع اتحاد طلاب تحيا مصر وبالتعاون مع المكتبة العامة بدمياط. طبعا هم دول شركاء النجاح النهارده ان الحدث يظهر بالشكل اللي احنا فيه دلوقتي. شارك معانا عدد كبير من اللاعبين، عندنا 3 فئات مشاركين في البطوله: المرحله المفتوحه، ومرحله تحت 18 سنه، ومرحله تحت 12 سنه. بننظم البطولات ديت بقالنا فتره كبيره من الزمن، ودي النسخه السابعه بتاعتها، وهي الحمد لله برضو مقيمه دوليا. عايز اقول لكم ان هي اتعملت في خلال 48 ساعه، وده بفضل ربنا ثم بفضل شركاء النجاح اللي شاركونا لاول مره في بطوله، وهم اتحاد طلاب تحيا مصر ومكتبه مصر العامه بدمياط. والحمد لله برضو الاتحاد وافق لنا على اقامه البطوله. حرب الرقعه بتتكلم عن التفكير الاستراتيجي، وازاي احنا بنستخدم عقلنا وتفكيرنا وتأثيره على الطفل وعلى الطالب وعلى السن المراهق عموما. احنا طبعا معانا من سن 10 سنين لسن 45 سنة، فاحنا معانا الفئة الأكبر اللي هي الأطفال أو المراهقين عموما بصفة عامة. بالنسبة لي ده أول مشاركة ليا، وكنت حابب إن أنا أجي وأكتسب خبرات، والحمد لله لسه شغالين. انا واخد الشطرنج كهوايه، بس ان شاء الله يعني مع الاتحاد وكده وتبع المسابقه هو بيبقى فيه تدريبات، فان شاء الله اخدها كاسلوب حياه وحاجه هتفيدني عامه.